ومعانا دلوقتي الفنانة القديرة عزة لبيب. أنا ماسكة ملتقى مسرح الأطفال والعرايس على هامش المسرح القومي المصري. تمام، احنا حابين كمان نفهم من حضرتك أهمية المسرح الطفل. طبعا مهم جدا، انت اولا بتعمل نشء من اول الطفوله، فانت بتربيه على يعني على قيم ومبادئ وفن وحاجات جميله جدا. يعني مسرح الطفل ده مهم جدا جدا لتنشئه الاجيال الصغيره عشان اللي كبروا يبقوا رجاله المستقبل. طيب احنا شايفين من المميزات فعلا الدورة دي للمسرح المصري ان في مهتمين بالعروض المسرح الطفل، ممكن تكلمنا عنها؟ ايوه، احنا عندنا 14 يوم، كل يومين عرض، مره عرض بشري ويومين عرض عرايس وماسكات، وجايبين من اسوان وجايبين من طنطا وجايبين من بورسعيد واسيوط وطبعا القاهره المسرح القومي للطفل والعرايس. طب في رأي حضرتك انت شايفة في فعلا كتاب مسرحيين لمسرح الطفل؟ طبعا في، طبعا كتير. في كتير. طيب احنا زمان مثلا لو اتكلمنا عن زمان كنا بنطلع نسمع عن قصور الثقافة، وفي نجوم كتيرة اتربوا في مسرح قصور الثقافة. دلوقتي احنا كشباب ما بنشوفش ده، مع ان في شباب كتير عندهم طاقات فنية خاصة بالفن والمسرح. ايه سبب تراجع قصور الثقافة بالاهتمام بالموضوع ده؟ يعني للاسف في كان حصل، بس كان بعد الثورة وكده كان في قصور كتيرة كانت اتقفلت وكده، لكن ان شاء الله لما ترجع تاني وتترمم والحاجات دي هترجع تاني النشاط بتاعها. طيب اخر حاجة مع حضرتك، ايه رسالتك للشباب او الفرق المستقلة اللي لسه بيبتدي ان هو يحاول يعمل مسرح او فريق متخصص بالفن؟ ايه اقتراحات حضرتك عليه او الرسالة اللي تحب توجهيها؟ ما تيأسوش واعملوا اللي انتوا عايزينه، وفي قنوات كتيرة تقدروا تقدموا فيها مشاريعكم وفرقكم، وما تيأسوش خالص، وما حدش يقول لكم يعني يكسر همتكم، اتقدموا إلى الأمام. تمام، ميرسي لحضرتك على اللقاء الجميل ده. ميرسي، شكرا. ميرسي خالص، باي باي.